متابعينا الكرام، السلام عليكم. معكم عبدو. بقي نايضة تجج على قضية صابرين ومهدي، وكل مرة كيخرج خبر ورا خبر على سبب الموت ديالها، وكل خبر جديد كيخرج كيقلب القصة رأس على عقب. وكنت درت من قبل فيديو وكانت الامور مازال ضبابيه ومازال ما توضحات، ومع توالي الاحداث وتسارعها اضطريت باش نحذف الفيديو السابق، وكنطلب من بعض القنوات اللي باقيين كيتداولوه باش يحذفوه. في هذا الفيديو غادي نتكلم على القصه من نقطه البدايه وكذلك اخر الاخبار ديال هذه القضيه. عندنا واحد العائله مكونه من ثلاثه الافراد، الاب والام وبنتهم صابرين. البنت صابرين عندها 20 عام وهي بنت طالبه في الجامعه، وعندها صاحبتها عزيزه عليها وما كتفرقش معها لدرجه انها بزاف ديال المرات كتبات معها في الدار، وحتى الاب والام كيعتبروا صاحبة بنتهم صابرين بحال بنتهم. وهاد العائله عندهم واحد الكابانو كيدوزوا فيه نهايه ديال الاسبوع، الويكند. وصلت نهايه الاسبوع اللي وقعت فيه الواقعه، العائله وبنتهم وجدوا راسهم باش يمشيو للكابانو، ركبوا في الطوموبيل. الاب والام خلاو بنتهم هي اللي تسوق بهم الطوموبيل، مشاو للكابانو. العائله كيف العاده ديالهم في الكابانو هانيين مطمئنين، ما عليهم ما بيهم، كيتسارحوا مع راسهم. جات واحد المكالمه من الصديقه ديال صابرين، وهاد المكالمه هي اللي غادي تغير المجرى ديال الاحداث وتغير القصه ديال هاد العائله راسا على عقب، وتحول من عائله جالسه في الكابانو ما عليهم ما بيهم فرحانين حتى يوليو في العذاب والاحزان اللي ما عمرهم ما شافوها ولا حتى حلموا بها. صابرين قالت للاب ديالها: راه صاحبتي عيطات عليا باش نمشي لعندها للدار البيضاء باش نشرب معها قهيوه ونجلس معها شويه. الاب قال لبنته: واخا ما كاين حتى مشكل، لانه عارف بان صاحبتها هي اعز صديقه عندها ودير فيها الثقه، وشحال من مره كتبات معاهم في الدار وشحال من مره كتدوز معاهم النهايه ديال الاسبوع في الكابانو. البنت قالت لبابا: انا غادي ندوز مع صاحبتي النهار وفي العشيه غادي نرجع. وملي لحقات العشيه باش ترجع صابرين لعند والديها، اتصلت بباباها بانه مشى على الطوبيس والتران. باباها بحرا كيفكر باش يجيبها في الطوموبيل. قالت لي بنتو: انا راه غادي نبات عند صاحبتي. باباها وافق لان صاحبتها كيعرفها مزيان وداير فيها الثقه، وشحال من مره كتبات عندهم في الدار ودايره بحال بنتو، يعني الا بات عند صاحبتها راه بحال بات عندهم هما في الدار. صابرين هي وصاحبتها تلاقاو مع شبان اخرين وكونوا مجموعه جروب ديال البنات والولاد، ومشاو لواحد الشقه قالوا غادي ندوزوا فيها اجواء حميميه. ومن ضمن هذه المجموعه كاين واحد الشاب سميتو مهدي. هذا الشاب مهدي كانت عنده علاقه مع صابرين. وكيفاش الشاب دار المشكل بيناتهم؟ ان المهدي لاحظ بان واحد الشاب اخر دخل بينه وبين صابرين. المهدي ما عجبوش الحال وتقلق، جر صابرين باش يتناقش معها على هذا الموضوع، وبدات المناقشه بيناتهم، وارتفع الايقاع ديال المناقشه وتحولت من مجرد مناقشه بالهضره وبالكلام، وبداو كيتضاربوا بعض الى مضاربه، وبداو كيتضاربوا بعضياتهم. القصه حتى لهنا باينه وواضحه ولا غبار عليها. طاحت من الكاتريام ايطاج، ولكن كيفاش طاحت؟ كيفاش ماتت صابرين؟ بدات كتوالى الاخبار خبر ورا خبر وهضره ورا هضره. العائله ديال صابرين قالوا بان صابرين مستحيل انها تنتحر، لانه بنت طالبه ومتعلمه وعندها مستقبل وما عندهاش شي مشاكل نفسانيه ولا عائليه ولا ماديه اللي غادي تجعلها باش تنتحر. ومن جهه اخرى العائله ديال مهدي والاصدقاء والناس اللي كيعرفوه ما يمكنش مهدي يقتلها ولا يلوحها، لانه هو طالب وواعي ومثقف وما يوصلش لهذا المستوى باش يقتلها. ماشي اللي غادي يفصل لنا في القضيه هي هادوك قالوا هكا ولا هادوك قالوا هكا ولا هادوك بقات فيهم صابرين ولا هادوك بغاو يغطيو على المهدي. اللي غادي يحدد لنا السبب الحقيقي ديال هذه القضيه واللي عارف القضيه مزيان وعارف السر ديال هذه القضيه 100% هما جوج ديال الاشخاص، المهدي وصابرين. هما مالي القضيه وعندهم السر ديال هذه القضيه وعارفين كيفاش وقعت هذه القضيه. ماتت صابرين ودات معاه النصف ديال الحقيقه، والنصف الاخر بقى عند المهدي. المهدي قال بانه ما قتلهاش وهما دابزوا ولا حط راسها. هذه الهضره اللي قالها المهدي هو وسط الحبس، ولكن السبب الحقيقي ديال موت صابرين غادي يتعرف سواء من استجواب واستنطاق المهدي ولا شهاده القوريه اللي قال عليها المهدي بانها كانت كطل وشافت كل شيء، ولا الشهاده ديال صديقه صابرين اللي هي عارفه الاسرار ديالها وهي بالمثابه الصندوق الاسود ديالها، وكذلك الشهاده ديال الشبان والشابات اللي كانوا معاهم في الشقه. شنو هي الهضره اللي قال لهم المهدي فاش محرا وقعت الواقعه ديال، وشنو هو الحوار اللي دار بيناتهم، وكذلك يتراجعوا الا كان شي اتصالات ولا مكالمات اتصل بها المهدي سواء مع العائله او الاصدقاء من بعد ما وقعت الواقعه. وكذلك الشرطه العلميه باش يعرفوا واش صابرين ماتت قبل ما تطيح ولا تقتلات عاد تلاحت من الفوق. وحسب اخر الاخبار بان مقرب من صابرين سميتو زكريا بانه تسلم التقرير الطبي، وان التقرير الطبي كيقول بان صابرين عزبه وما حاملاش. كاين البعض اللي قالوا بانه كانت حامله واكتشفت بانها حامله ولا حط راسها، والتقرير الطبي قال بان الضرب هو السبب ديال الوفاه ديالها. يوم 29 في شهر 11 2016 اي 29 نوفمبر هو الموعد ديال الجلسه الاولى لمحاكمه المتهم مهدي، وان النيابه استدعت 5 ديال الاصدقاء وخدت الاقوال ديالهم. خادوا الاقوال ديال الصديقه المقرب ديالها تلقوها، وهي الان في حاله سراح مؤقت، والقضاء غادي يقول الكلمه ديالو
وكل واحد غادي ياخذ الجزاء اللي غادي يستحقه. والبنت صابرين الله يوسع عليها ويتغمدها بالرحمه ديالو، وكنعزيو العائله ديال صابرين وكنقولوا لهم لله ما اخذ وله ما اعطى وان لله وانا اليه راجعون. وراه اي واحد فينا مهما يطول العمر ديالو راه لابد واحد النهار غادي يدخل القبر، وراه اقرب حاجه لينا في الدنيا هي الموت، وفي اي لحظه يقدر يموت الواحد مهما يكون المنصب ديالو ولا المركز ديالو ولا السلطه ديالو، راه الموت تبعه وغتدي واحد بواحد منا وما تخلي حتى واحد منا. والذكي والمطور والقافز هو اللي كل نهار جوج حوايج اللي كيذكر، وهي انه كيذكر الله وكيذكر الموت. وما تنساوش تشاركوا معنا في قناه عبدو ان ام كا، ونتمنى توصل الرساله ديالي، والسلام عليكم.